شكل المايك صد من كتر الركنة ولا ايه؟ مش مشكلة. السلام عليكم. طبعا لو انت أول مرة تفتح فيديو لهذه القناة فحب أعرفك بنفسي. أنا اسمي محمد، من راديو 70 شاب عربي مصري بقدم محتوى على هيئة راديو، بتكلم فيه بقول وجهة نظري عن الفن، عن الكورة، عن أي حاجة تانية، بس أهم حاجة أكون فاهم فيها وما اقعدش أفتي، والأهم من ده كله كمان إن أكون حاببها. بصراحة يا معلم الحلقة دي أنا حاببها جدا لسببين. أول سبب إن أنا بقالي كتير فشخ منزلتش أي فيديوهات على القناة، ولا منتجت ولا سجلت. الموضوع ده مضايقني بصراحة. تاني سبب إن أنا بتكلم على فيلم، غير إنه هو صنع جزء كبير أوي من طفولتي وطفولة ناس كتير، إلا إنه فعلا فيلم أندرريتد فشخ ومش واخد حقه وسط الأفلام التانية، زي شركة المرعبين المتحدة مثلا، أو توي ستوري، أو الأسد الملك، إلخ إلخ. مع إنه جامد ويتفوق على حاجات منهم كمان. وفكرة الأفلام المدبلجة يا معلم يعني مش إحنا اللي عاملينها. والله مش شايفها غبي قصادي، بس الاعتقاد ده عند ناس كتير أولهم العبد لله. بس الحمد لله يعني عرفنا الحقيقة من كام سنة. المهم، مش معنى برضو كده إن الدوبلاج ده حاجة سهلة وأي حد يعرف يعملها. لأ، دي صعبة جدا وموهبة كمان، موهبة كبيرة كمان. وطبعا الجزئية دي هنتكلم عليها في قلب الحلقة، زي ما هنتكلم على تفاصيل كتير فشخ في الفيلم العظيم ده. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين محمد من راديو 70 والحلقة دي هنتكلم فيها عن فيلم بنجر وبهير. أول حاجة نتكلم عليها هي قصة الفيلم. قصة الفيلم باختصار بتدور حوالين راجل وأنثى، الاتنين اللي عايشين ومتجوزين في بيت واحد ومعاهم كلابهم، بنجر وبهيرة. بنجر وبهيرة بيخلفوا 99 كلب. كل حاجة تمام والحياة هادئة وجميلة، لحد ما تظهر في القصة رويلا الغوريلا، اللي بتاخد الكلاب وتموتهم عشان تاخد جلدهم تعملهم قماش. ومن هنا بتبدأ القصة والأحداث. الفيلم من إنتاج 1961، والفيلم ده مش زي أي فيلم عادي، لأن هو فعلا كان فيلم طفرة ونقلة في عالم الأفلام الكرتونية كلها. ليه؟ لأن قبل الفيلم ده كانت الأفلام الكرتونية بتتعمل بصعوبة شديدة جدا. إزاي بقى؟ أشرح لك أنا. قبل الفيلم ده الفنانين اللي كانوا قائمين على العمل كانوا بيرسموا يدوي الخلفية في كل مشهد، أنت متخيل معايا؟ وبيرسموا كمان الشبكات في كل مشهد برضه. هي إيه الشبكات دي ثانية؟ الشبكات دي هي التأثيرات البصرية، يعني مثلا شبكة الظل أو شبكة النسيج، دي اللي بنشوفها مثلا على ملابس الشخصيات الكرتونية. إلخ إلخ. كانوا كمان بيرسموا الشخصيات على كل خلفية، فده كان بيصعب عملية التحرك. ماشي، يعني الفيلم ده عمل ايه؟ في الفيلم ده استخدموا تقنية ودت الصناعة في حتة تانية خالص. التقنية دي اسمها الخلفية المطبوعة، زيروكس بروسيس. يا رب أكون نطقتها صح يا معلم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني كانوا بيرسموا الخلفية عادي بالورقة والقلم، ويطبعوها كذا نسخة باستخدام الآلة اللي احنا قلنا عليها دي، وبعد كده يرسموا الشخصيات لوحدهم ويركبوها على الخلفية. وده طبعا وفر وقت كبير جدا ومجهود أكتر وفلوس أكتر في زمن الإنتاج، وكمان زادت الدقة. والفيلم ده كان أول فيلم يستخدموا فيه التقنية دي أو من أوائل الأفلام. قشطة ماشي، طب ليه برضو الفيلم ده من أكتر الأفلام المناسبة للأجواء الشتوية؟ كذا حاجة يا معلم. لو جينا بصينا عليها، مثلا الحب، حب بنجر لصاحبه راجل. الحب ده هنشوفه في أول مشهد، وبنجر بيبص من الشباك على كلب يتجوزها، وقبل ما يبص على أي كلبة الأول بيبص على صاحبتها عشان صاحبه العازب. حب راجل أنيسة مراته. حب بنجر وبهيرة لولادهم، حتى الشغالة ناني عيطت أول ما ولاد بنجر وهي اتخطبت. حب الكلاب لبعضها والتعاون، المشهد الشهير الجميل الأيقوني لما الكلاب كلها بتنادي على بعضها من مختلف أماكنها وأنواعها عشان يساعدوا بنجر وبهيرة. حاجة تانية يا معلم برضه في الفيلم ده هي الكادرات. الكادرات تحفة، تحسك كده ببرودة يعني، وتقولك يلا انزل تحت البطانية. خصوصا هما بيبردوا، كادرات شتوية يعني، وأوسكار كمان بجد والله. وما ينساش طبعا الموسيقى التصويرية، الموسيقى اللي انت سامعها في الباك جراوند دي، موسيقى كده هادية وجميلة. وبالمناسبة الموسيقى دي خدت أوسكار. في الآخر طبعا عايز أرفع ريسبكت آلة فاخر عشان صوتها ودبلاجها يعني في دور ولا الغوريلا. فعلا شريرة وأنا كنت بكرهها جدا وأنا صغير. مش هي بس، أنا لازم أرفع ريسبكت للنسخة المصرية كلها في أي فيلم مدبلج، خصوصا الفيلم ده. النسخة المصرية اللي خلت هوارسي، اللي هو مساعد رويلا الحرامي، يبقى اسمه هراش، يعني بجد عايش. بلاد السند أسيرات العرب. أية أسيرات؟ صبر من عندك يا رب. بصي بقى. لا يعنيني. لقد سمعت أن سهيل ابنة أبي الحكم تريد. بس كده يا معلم، حلقتنا خلصت. أتمنى إنها تكون عجبتك، وإن شاء الله تسمعني في حلقات تانية كتير. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تظبطني لايك، سبسكرايب، فولو على صفحة الانستجرام، وهكذا يعني. وبالله عليك ما تنساش اخواتنا في فلسطين بالدعاء والتبرع.
أي نعم، كل حاجة خلصت بس لسه الدمار هائل، فلازم نقف جنبهم بالدعاء والتبرع والاستمرار بالمقاطعة. بس كده، كان معكم ياسين محمد من راديو 70 70.